المواطن القطري محمد صالح عبد الهادي ضباب الغفران المري. إن كنتم تشعرون بالحصار فأنا محاصر في مكاني، لا أستطيع الخروج بالسيارة لقضاء حاجاتي لحجزي لأكثر المرات من قبل مركز الشرطة لعدم وجود الإثبات الشخصي. وأنا خريج الثانوية العامة، لا يمكنني إكمال دراستي ولا أستطيع التوظف، وقد دخلت أنا وعائلتي إلى قطر قبل 7 شهور بطريقة قانونية ووثائق قطرية، وأسقط الجنسية من جدي وأسقطت من أبي وأخواني بالتبعية. وزارة الداخلية ومن عليها حاطين علي من السفر من تاريخ 18/4/2016 اليومنا هذا 2/1/2018 من غير سبب ومن غير تبرير، وأناشد من على وزارة الداخلية هاتفيا مناشدات رسائل خطية ولا من نشاد مني، وعندي تقارير طبية واثبتت لهم انها سليمة، اشكي بالقفص الصدري ولا خلوني اروح اتعالج. يا شيخ تمام، انا سالم حبيب الغفراني، ما عندي شهادة ميلاد ولا جنسيتي، انا مولود في قطر، ابي جوازي. كلنا نعرف ان البلد مرت في ازمه اقتصاديه، بس مش لهالدرجه يعني. نص الشباب قاعدين في بيوتهم، والقطريه المساكين اذا جاوا عند وزاره التعليم وطلبوا منهم قالوا حط اوراقكم نتصل فيك، وتمر سنه وسنتين وثلاث ما حد يتصل فيهم. والمشكله كل ما يجيبون وزير نقول الوزير هذا افضل من الوزير السابق وبيفتح المجال للقطري. فرساله لوزاره التنميه الاداريه بالذات، افتحوا المجال، ترى العالم كلهم طفشوا من بيوتهم. والله العظيم ناس يدخلون لي على الخاص يا وزارة التعليم انه يقولون نبني نشتغل لو فراشات بس نستر على عيالنا وعلى انفسنا.